عاجل. أخيرا الملك يتدخل في قضية الفنان سعد المجرد المسجون في فرنسا، ويفاجئ ويفرح كل المغاربة بهذا القرار العاجل حول قضية سعد المجرد، ولحظة خروجه تفرح كل المغاربة. تفاجأ وفرح كل المغاربة وكل محبي الفنان سعد المجرد قبل قليل بخبر تدخل الملك محمد السادس في قضية الفنان سعد المجرد. لحظة خروج سعد المجرد تفرح كل المغاربة، وإليكم التفاصيل الكاملة. قضى الفنان سعد المجرد ما يقارب الشهر والنصف داخل زنزانة السجن في فرنسا، وذلك بعد أن أصدرت محكمة باريس الجنائية الحكم على المجرد بالسجن 6 سنوات مع مهلة لاستئناف الحكم. وجاءت هذه المحاكمة بالتهمة التي وجهتها تلك الفتاة الفرنسية لورا، الذي اتهمته بالضرب والاغتصاب داخل غرفة فندق، رغم أنه لا يوجد أي دليل يؤكد هذه التهم، إلا أن المحكمة قررت إصدار هذا الحكم القاسي. وتفاجأ وفرح كل محبي الفنان سعد المجرد قبل قليل بخبر عاجل تداولته العديد من المنابر الإعلامية الغير رسمية بخصوص تدخل الملك محمد السادس شخصيا في قضية الفنان سعد المجرد، حيث وحسب ما نشرت نفس المنابر فإن الملك محمد السادس أمر بجمع محامين محترفين وفريق جمع الدلائل استعدادا لجلسة الاستئناف التي غالبا ستنتهي بخروج سعد من السجن إن شاء الله. وأكدت نفس المصادر أن كل المصاريف للمحاميين وفريق جمع الدلائل سيتكلف بها الملك إن شاء الله.